بسم الله الرحمن الرحيم، مراجعة جديدة وفيلم ليه تعيشها لوحدك. أولًا قبل ما نخش في الفيلم بتاعنا زي ما قُلت لكم في الفيديو اللي فات إن اتعودوا إن ممكن فورمات المراجعة شكله يتغير شوية، إن لو الفيلم مش blockbuster أو فيلم مش حاجة كبيرة فمش لازم إن أنا أعمل إنسرتات وأقف بقى وبتاع وأتكلم وكده، لأن الموضوع زي ما قُلت لكم بياخد مجهود كبير ووقت كتير، فده ممكن يأخّر عملية صدور الفيديوهات وكده. فلو الفيلم عربي وبتاع ممكن نطلع ندردش زي ما إحنا قاعدين كده ونتكلم من غير ما ندخّل inserts كتير وedit وكده. فيلم ليه تعيشها لوحدك هو فيلم صِدِر في أول السنة سنة 2024 السنة دي، لكنه ما حققش أي نجاح تقريبًا في الbox office المصري، وجاب حوالي 500.000 جنيه، يعني ما كمّلش حتى نُص مليون جنيه، والفيلم نزل دلوقتي وموجود على منصة شاهد. فيلم ليه تعيشها لوحدك من بطولة خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، ومن إخراج حسام الجوهري ومن تأليف أحمد عبد العزيز. الفيلم بيحكي عن قصة شخص كان عايش برّه مصر وهو شريف منير، الشخص ده بيرجع مصر وبعد فترة بيحاول إن هو يتأقلم على العيشة في مصر، وبيحاول إن هو يقابل صاحب عمره ويشوفه وبتاع ويتعامل معاه وكده اللي هو خالد الصاوي. لكن بيحصل مشكلة إن خالد الصاوي عنده بنت جميلة اللي هي سلمى أبو ضيف، وشريف منير بيقع في حُبّها، ومن هنا بتبتدي القصة بتاعتنا. الفيلم ده أنا أول مرّة سمعت عنه خالص، كنت شُفت البوسترز بتاعته موجودة على النت من وقت صدوره، وعجبني جدًا البوسترز والtheme اللي هُم مستخدمينه في الفيلم الأبيض مع الأحمر والتصوير، وحسيت إن هو حاجة جديدة ومختلفة عن الأفلام اللي بتتعمل في مصر شكل design وكده. بس الdesigns بقى والبوسترز وقّعت الفيلم في مشكلة تانية، إن الناس فكّرت إن ده فيلم musical أو الفيلم موسيقي. هو الفيلم فيه روح الأفلام الmusical، لكن الروح دي لا تتعدى ال2، 3% من سياق القصة، هي بس مستخدمة في القصة لهدف معيّن، إنما الفيلم نفسه musical لأ طبعًا فيلم لا يمُت بصلة للmusical، والgenre بتاعة الفيلم ده هي genre درامية صِرف يعني. الفيلم ده حاسّه كمان من نوعية الأفلام التلفزيونية جدًا، اللي هي أفلام المنصات، اللي إحنا المصطلح الجديد اللي إحنا بقينا نقوله على النوع ده من الأفلام، الأفلام اللي هي بتُنتج مخصوص عشان المنصات، زي أفلام نتفليكس وكده الأجنبية. وده تقريبًا نوع أنا مش باشوفه كتير في الأفلام المصرية، بس حاسس إن الفيلم ده مكانه ما كانش السينما فعلًا، هو مكانه إن أنت تتفرّج عليه في البيت مع أهلك وبتاع وكده. الفيلم عجبني والّا لأ؟ الفيلم عجبني جدًا، ما كنتش متوقع كده، كانت الexpectations بتاعتي أقل بصراحة، بس لقيت فيلم جديد نزل على شاهد، وبما إن إحنا قاعدين في البيت يعني كعائلة، فقُلت أشغّل لهم الفيلم ونتفرّج عليه، اتشدّينا للفيلم، الفيلم حلو جدًا من أوله. ساعة لمّا شريف منير نزل، رغم إن الحتّة دي مش جديدة أوي، كانوا بيحاولوا إن هم يقتبسوا حاجات وده مش عيب بالمناسبة، من السفارة في العمارة لمّا عادل إمام نزل مصر كده قشطة، في روح نفس الروح. حاولوا برضه إن هم يقتبسوا نوعًا ما من وقفة رجالة في أول الفيلم، لكن مش في باقي الفيلم، أنا باتكلّم كفكرة إن أصحاب بيتجمّعوا وكده، خصوصًا إن كان في شخصية محمد رضوان كانت ظاهرة في أول الفيلم وكانت حلوة جدًا. آآ الفيلم ده كمان إخراجيًا كان كويس جدًا، ما كانش فيه مشاكل يعني. فهو الصراحة مليان إيجابيات كتيرة. أغنية الفيلم لمدحت صالح تحفة طبعًا، مدحت صالح ده من أحلى الأصوات اللي أنت بتحب تسمعها في السينما يعني. في جراح في الدنيا دي وأفراح بإيدك تعيش مرتاح فمدحت صالح وبإيدك صوته حلوة أنت جدًا، والأغنية تعيش حتى كلماتها حلوة للراحة. ولايقة على جو الفيلم وأحداثه. عجبني كمان رسالة الفيلم في كذا نقطة، في شخصية محمد رضوان بدون حرق، لو أنت اتفرجت على الفيلم هتبقى فاهم قصدي. قدموها بشكل ممتاز يعني، ممتاز جدًا في شخصية محمد رضوان، وفكرة الفيلم بقى بشكل عام اللي هي ليه تعيشها لوحدك، وحتى الأغنية بتاعة مدحت صالح بتقول ليه تعيشها لوحدك، فكرة جميلة جدًا. والفيلم ده موجه للرجالة المتجوزين، يعني أنا والدي كان بيتفرج معايا، والرجالة المتجوزين قصدي مش المتجوزين شباب، يعني الرجالة الكبار اللي مخلفين وكده، فهيحسوا أوي بالفيلم ده، الناس اللي معدية 50 سنة وبتاع، فحاسس إن الفيلم ده بيوجه لهم كلام وبيوجه لهم رسايل، هتحس بده يعني، رغم إن أنت ممكن لسه ما وصلتش للسن ده أو للمرحلة السنية دي، بس لأ هتحس بالvibe بتاعة الفيلم اللي هو عايز يوصّلها لك. فباقول لك الفيلم إيجابياته كتير، التمثيل بتاع خالد الصاوي جميل جدًا ولايق عليه، تحس إن الشخصية معمولة عشانه، تمثيل شريف منير كويس جدًا، رغم إن شريف منير اختياراته مؤخرًا كانت وحشة، بس لأ الدور ده حلو ولايق عليه. سلمى أبو ضيف رائعة،
رائعة الصراحة، يعني سلمى أبو ضيف من أحسن ممثلين جيلها تمثيليًا، بجد يعني من وموهبة. مثلًا شخصية مع مؤمن نور بس هي اللي ما عجبتنيش في الفيلم، إنما باقي الممثلين كان كلّهم تمثيلهم كويس، بس أنا كنت باتفرّج على الcast list زي ما قُلت لك بوستر الفيلم والvibes بتاعته كانت جميلة، رسالة الفيلم جميلة، إخراجيًا جميل، الكتابة كقصة حلوة، لكن ممكن السيناريو ما يرتقيش لامتياز، بس الأفلام اللي زي كده مش مطلوب منها أكتر من كده يا جماعة. يعني أنا شايف إن هو الفيلم مش كانش مطلوب إن هو يتعمق في أكتر من كده. عجبني بقى في السيناريو، لو أنا هاتكلم على السيناريو، عجبني الجرأة الرهيبة في السيناريو، في كذا جرأة. أولًا الplot العامة اللي أنا حكيتها لك في الأول، إن هي فكرة إن واحد عنده 60 سنة، عنده 65 سنة، يحب بنت عندها 30 سنة، والبنت دي كان هو اللي مربيها يعتبر يعني في مقام والدها، وإن هو يحبها، وإن هم ما يجرّموش الموضوع في الفيلم ده، إنها دي حاجة عادية ممكن تحصل. عجبتني جدًا الجرأة في النقطة دي بشكل رهيب. حتى عجبني كمان آآ الهجوم، أو مش عايز أقول النقد اللي اتقال على الناس أو على المجتمع اللي ممكن يعارض فكرة زي دي، عجبتني وتقديمها كان ممتاز بصراحة. وعجبني الجرأة كمان في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة والمهمة جوّه القصة وجوّه الأحداث بجد. يعني أنا مش عايز بس أحرق، بس في 3 قرارات اتاخدوا جوّه الفيلم نفسه جريئة جدًا. الصراحة أنا ما توقعتش إن أنا أشوف في نوع زي ده من الأفلام، أو نوع زي ده من الgenre بتاعة الأفلام دي، جرأة زي كده. أخيرًا قبل ما أقول التقييم، أنا عاجبني الvibe العامة بتاعة الفيلم، عجبني إن إحنا عاملين فيلم نضيف زي ده، الفيلم ده فعلًا يتقال عليه فيلم نضيف. عاجبني فكرة إن يبقى في عندنا أفلام ممكن نتفرّج عليها في البيت، هي أفلام تلفزيونية منصات. ومتضايق في نفس الوقت إن فيلم زي ده كان فيلم زي ما باقول لك فيلم نضيف، يجيب في الbox office نُص مليون. بجد دي حاجة تضايق. أتمنى يعني إن يكون الفيلم زي ده يكون نجح برّه مصر، يكون نجح في السعودية وفي الخليج، لإن حرام يا جماعة بجد والله العظيم إحنا الصناعة عندنا في مصر بتتدهور. أنا من رأيي إن الصناعة السينمائية عندنا في مصر بتتدهور، واللي ناقص الصناعة السينمائية في مصر وباقولها ومش باتكسف هي السعودية. إحنا الأفلام دلوقتي بتتعمل في مصر مش عشان تنزل في مصر، عشان تنزل في السعودية وتجيب فلوس. ده في منه حاجات إيجابية وفي منه حاجات سلبية. الحاجة الإيجابية إن الصناعة عندنا مكمّلة وفي أفلام بتنزل والحمد لله إن في إنتاج شغال. السلبية إن ممكن ساعات في بعض الأفلام الرقيقة تتعمل مجرد بس عشان تجيب فلوس، اللي هي أفلام بقى أنتم عارفين مين، أفلام علي ربيع بقى والناس دي، اللي بتتعمل حتى ما بنسمعش عنها. الأفلام دلوقتي بقت بتنزل إحنا ما بنسمعش عنها في مصر للأسف، بتنزل هنا بتروح السعودية على طول. فأتمنى يكون فيلم زي ده فيلم نضيف، فيلم محترم، إن هو يكون جاب فلوس كويسة في الخليج أو في السعودية، عشان حرام فيلم زي ده يتظلم بكل أمانة، بجد حرام جدًا. فيا رب ما يكون سقط يعني، ماشي، ويكون المُنتج جاب فلوسه وما يكونش خسر، عشان إحنا محتاجين نشوف نوعية زي دي من الأفلام النضيفة، ونشجّع الإنتاج النضيف اللي زي ده. بس، فالفيلم أنصح إن أنت تتفرّج عليه، هو موجود دلوقتي على منصة شاهد، خُش اتفرّج عليه هتنبسط مع العيلة بتاعتك، وزي ما باقول لك مليان رسايل كويسة يعني. أخيرًا تقييمي للفيلم ليه تعيشها لوحدك هو 7/10. لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل بقى share وlike وsubscribe، تخش جروب الفيسبوك، تعمل لي like على page الفيسبوك، تعمل لي follow على إنستجرام، ولو حابب تدعمني كمان أنا مشغّل خاصية thanks. سؤال الحلقة من حضراتكم، هل تتمنوا إن أنتم تشوفوا أفلام من النوع ده، هي أفلام غير تجارية، والّا إحنا بنميل أكتر لنوعية الأفلام التجارية اللي فيها نجوم وصف أول وكده، رغم إن دول نجوم بس لكنهم مش نجوم شباك؟ شكرًا.